توفي أسطورة كرة القدم البرازيلي إدسون أرانتيس، والملقب بالجوهرة السوداء، الخميس عن عمر ناهز 82 عاما بعد صراع مع المرض ومرور شهر على نقله إلى إحدى مستشفيات ساو باولو. وقالت كيلي ابنة بيليه عبر حسابها على الانستغرام: إن كل ما نحن عليه هو بفضلك، نحن نحبك بلا حدود، أركض في سلام. ودخل بيليه مستشفى ألبرت أينشتاين في 29 نوفمبر تشرين الثاني الماضي جراء إصابته بالتهاب رئوي وإعادة تقييم العلاج الكيميائي لسرطان القولون. وفقا لبيان المستشفى، وفي وقت لاحق أعلن المستشفى أن بيليه يظهر تطورا في مرض السرطان الذي يعاني منه، ويتطلب رعاية أكبر فيما يتعلق بالاختلال الكلوي والقلبي. وكان بيليه أدخل في ديسمبر كانون الأول من عام 2021 إلى المستشفى وخضع للعلاج الكيميائي. وفي سبتمبر أيلول من العام ذاته خضع أسطورة كرة القدم لعملية جراحية لاستئصال ورم من القولون الأيمن وجده الأطباء أثناء إجرائه الفحوص الروتينية. ويعتبر بيليه أحد أعظم اللاعبين على مر تاريخ لعبة كرة القدم، وقد سجل 77 هدفا في 92 مباراة دولية بقميص منتخب بلاده، وتوج بلقب كأس العالم 3 مرات. وبكده انتهينا من الخبر. بشكركم على حسن استماعكم.